في يوم من الأيام نزلت سفينة فضائية صغيرة في جنينة مليانة ألوان ونباتات. خرج منها 3 فضائيين صغننين، زيكو الخضرة فضولية وبتسأل على طول، وبيكسل البنفسجي هادية ودايما معاها كشكول تكتب فيه، وجليتش الصفرة دايما بيحب يفكك أي حاجة ويضحك. زيكو أول ما شافت وردة حمراء قربت منها وعايزة تدوقها، وبيكسل ركزت على نحلة صغيرة قعدت تكتب وتلاحظ إزاي بتنقل من وردة لوردة. أما جليتش مسك ورقة شجر وحاول يفكها، لكن طفل ضحك وقال له بلغة الإشارة سيبها زي ما هي. الأطفال بدأوا يرسموا على الأرض وردة، نحلة، شمس. زيكو بصت بانبهار وبيكسل كتبت بسرعة في كشكولها، وجليتش أخد الورقة وخلاها عنده بحب بدل ما يكسرها. وقتها الفضائيين فهموا إن العلم مش بس أسئلة وتجارب، لكن كمان ملاحظة وتقدير للطبيعة. قبل ما يمشوا زيكو لوحت للأطفال وهي مبتسمة، وبيكسل خدت معاها الكشكول اللي رسموا فيه الأطفال، وجليتش حضن الورقة زي كنز. وسابوا الجنينة وهم فرحانين بالاكتشافات اللي اتعلموها، ويومهم على الأرض بقى مغامرة عمرهم.